مساء الخير. لا النهارده مش محتاجين شبشب، محتاجين بوليس الاداب. تخافي من الحسد على مؤمن او على موندي؟ انا والله يعني انا والله ما كنتش مقتنعه بيه حسد غير لما شفت عليه يعني. طب ايه السؤال ده اصلا؟ هتقتنع بالحسد ازاي اساسا مفيش دين؟ يعني ما انا عايز افهم ازاي، انا عايز افهم. بتتاثري بكومنتات اللي هو مش هيتجوزك، ده شو مش هترتبطوا، ده ترند؟ لا سؤال حلو، سؤال جميل. اول مره حي صحفي على سؤال والله، بعيد ان انتوا بتصوروا الاشكال دي واحنا مش عايزين نشوفهم اصلا، بس السؤال حلو عجبني. انا نفسي اسمع الرد بقى. ايه بقى الرد؟ بتتاثري بكومنتات بينا اكبر من ان انا اركز في كومنت زي ده. واصلا دي حاجه بينا انا وهي شخصيه. تأثروش بالحاجات دي، ودي حاجه شخصيه، يعني حاجه شخصيه بينكم. انت مين طلب منك تتكلم اصلا؟ ما تقعد ساكت، انت مالك؟ وبعدين بدل هي حاجه شخصيه بتطلعوا لنا ليه؟ بتورينا علاقتكم الشخصيه لينا ليه؟ ليه بتصدروها لنا؟ عشان مين يقلدكم؟ مش فاهمكم. مش هنطلع نقول طب انا دلوقتي لو خطبت اجباري اطلع مثلا اعرف الناس؟ احنا اصلا مش عايزين نعرف عنكم حاجه، انتوا ليه عاملين نفسكم محور الكون؟ بتكلم بجد والله. احنا كل نقطتنا ان البزرامتها بالجبنه اللي انتوا عايشين فيها انتوا الاتنين سوا دي مش نافعه، عشان في اطفال كتير بتتاثر بيكم وبتقلدكم والله. في ايه يا جدعان؟ انتوا بنو قريش ولا انتوا مين؟ دي حاجه بينا انا وهي، محدش عارف ايه اللي بيحصل بينا انا وهي. لا انا عارف وفي ناس كتير عارفه، والحكومه نفسها عارفه والله. وقعتكم قربت، بس انا مش هقول انا عارف ايه. انت شفت التسرعات؟ انتوا بتحبونا مش هم بيحبونا؟ بصراحه لا انا عن نفسي لا يا عمي، لا حريه شخصيه يا عم. انت زي ما انت حر تطلع انت وهي تتصرمحوا، وانا حر اقول رايي في اللي انتوا بتعملوه بدل ما ينزلونه بابليك لكل الناس. انا حر بقى، محدش يجي يقول لي انت مالك يا حريه لا، ما انا حر برضه، ده رايي حر فيه. انت مالك انت برضه؟ خليك في حالك. شفت العلاقات المتسرعه على السوشيال ميديا عامله ايه دلوقتي؟ علاقات متسرعه على السوشيال ميديا. عشان كده احنا لازم ندرس بعض كويس ومساكنه، عشان ما نجيبش عيال ونظلمهم. يا جماعه ما ينفعش نجيب عيال نظلمها. احنا لازم نعمل. نفسي اتف، اقسم بالله نفسي اتف. مفيش من اسد دلوقتي انا ممكن مثلا اروح اتقدم واخطبها ويجي مثلا بعد شهر وشهرين كل شيء اسمه نصيب. ليه؟ لا ما انت مش هتعمل كده، لان الرجاله بس اللي بتعمل كده، فما تحسبش نفسك مع الرجاله. مش ناقصين والله، احنا فينا اللي مكفينا. وبعدين انت هتعمل كده ليه؟ ما اهلها عارفين واهلك عارفين واحنا عارفين. مش الجواز اشهار؟ ما انتوا مشهورين اهو، مفضوحين. ربنا يوفقكم يا رب. والقمر ده ليه العسل ده؟ كده قدام الكاميرا ما شاء الله، وانت مش جوزها وما تحللهاش ما شاء الله ما شاء الله. ما بالك بقى خلف الكاميرا بيحصل ايه في الكواليس كده مع نفسهم؟ اكيد بيصلوا الدور يا جماعه، ربنا يوفقهم ان شاء الله. انت مالك اتصور مع واحد، انزل اطلع اخرج اروح حاجه اسافر؟ انت مش بتاعتك. صح برافو عليك. حريه شخصيه. وانا مش هاخد خطوه جواز ولا خطوبه في حياتي وانا مش ناضجه ومش كامله. انا خلاص تفكيري مش اللي هو. مفيش مشكله، نقضيها شرمحه لحد ما تفكيرنا يبقى اللي هو. وهي حريه شخصيه. ضحكوا علينا قالوا لنا حريه شخصيه، ضحكوا علينا. انت بس ناضجه تخرجي وتروحي وتيجي، ناضجه في الصرمحه، ناضجه تطلبي 150,000 جنيه في الاعلان، ما علينا ده شغلك براحتك يعني. ناضجه في حاجات معينه وحاجات لا، ما شاء الله. حريه شخصيه. سلام.